واصله جايه من طبق الدش الى المنزل بتاع حضرتك. ودلوقتي هتجيب البنه، والبنه دي سعرها من 2 جنيه الى 3 جنيه. دلوقتي هتاخد الدخله دي هتوصلها هنا اهو، وهوصلها وهرجع لحضراتكم تاني. نطلع دلوقتي ندخل التلفزيون قدام شويه، والوصله بتاعه الاريال اللي هي اللي فوق دي هتلاقي ورا في التلفزيون في وصلتين. الوصله اللي تحت دي وصله الاريال، وصله الدش العادي. اللي فوق وصله الاريال، هتحطها في الاريال من وصله البنه. هتعمل كده حالا. كده احنا وصلنا الوصله. الريموت تفتح الاعدادات بتاعت الريموت. بعد ما فتحت الاعدادات بتاعت الريموت هتلاقي شاشه ظهرت لك دلوقتي، هتلاقي مكونه من صوره والصوت والقنوات. تفتح القنوات، بعد كده تخش على توليف تلقائي، توليف يدوي، موديل القنوات، وضع البرنامج. تفتح وضع البرنامج تخليه، لو هتلاقيه عند حضرتك قمر صناعي انت تخليه دلوقتي هوائي، تمام. وتضغط بيقول لك خريطة القنوات فارغة، هل تريد بدء توليف تلقائي؟ بعد كده تضغط على نعم. يظهر رسالة مكتوب تحقيق من التوصيل الهوائي، يتم تحديث معلومات القناة السابقة أثناء التوليف التلقائي، وتتأكد إنها الاريال شغال تمام معاك. تبدأ تدوس بدء. هتبدأ عند 50%، هتبدأ يعني هتقف عشان هيتم بحث عن القنوات كلها في 50 من بداية 50%. وهنرجع لحضراتكم تاني هنوريكم قناة تايم سبورت الأرضية مش الفضائية، وكده هتبدأ البث. يلا ونستنون لحد ما أخلص البث وأرجع لحضراتكم تاني. تايم سبورت جت بسهولة عن طريق الأرضية وليس الفضائية. اعمل الخطوات دي، ولو في مشكلة مع حضرتك بلغني في الكومنتات وإن شاء الله هرد على حضرتك.